السجن مع الدجاجة لمشعل الملحم. لا يهمني أبدا أن يغير الآخرون قناعاتهم الباطلة عن عبوديتهم، لكن يهمني ألا أحبس معهم في قفص واحد. فما أقسى أن تحاول تحرير طيور تظن قضبان قفصها شبابيكا لقصرها، فإن حررتها اشتاقت لها وعادت مسرعة ترنو إليها. ستدفر حتما أجنحة هذه الطيور مع الزمان وستفقد فطرتها، وحينها ستنظر للطيور المحلقة في السماء على أنها كائنات غريبة أو وحوش كاسرة. أظن أن الدجاجة كانت طيرا حرا يوما ما، حتى قبلت أكل الشعير والنوم في الحظير، فغدا الدجاجة. ولا أستبعد أن النعامة كانت تطير في الهواء بين الغيوم والسماء حتى اعتادت تمر رأسها في التراب، فغدت نعامة. ما أتعسها من حمامة حين تدفن في الرمال رأسها فيأتيها الموت من خلفها، ويا ليتها ماتت بعزتها ولم تمرغ في التراب أنفها. الخاتمة: ما أسوأ أن تسجنك الدنيا في قفص مع دجاجة، أو في حظيرة مع النعامة.